لو بستخدم اضافه ووردبريس خاصه بحمايه المحتوى من السرقه، بتمنع الضغط بالزرار الايمن وحاجات تانية، وغالبا هي بتستخدم الجافا سكريبت مثلا زي disable right click for WP او WP content copy protection. هل ده مضر بالسيو؟ في المحاضره اللي انا نزلتها على اليوتيوب وانا بتكلم فيها على الجزء الخاص بالكلاينت سايد ريندرنج وعلى السيرفر سايد ريندرنج، فاحنا هنا عندنا طريقتين لرندره المحتوى، واتكلمنا كذلك برضو على ان البوتس مش بتحب الطريقه بتاعت الكلاينت سايد بسبب مشاكل مختلفه بتحصل معاها. وكذلك حتى الاي اي موديلز هم بيعملوا كراولنج في الويب سايت بتاعك برضو بنسبه كبيره ممكن ما يعرفوش يوصلوا للمحتوى لو انت شغال بالكلاينت سايد احيانا. بس لما نيجي نتكلم على السيناريو بتاعنا ده، فخلينا نقول باختصار ان الموضوع مش مؤثر على السيو، ولكن خلينا نكون واقعيين شويه. الممارسات دي اصبحت قديمه جدا، ودلوقتي لو انت عاوز تمنع المستخدم ان هو ينسخ من عندك، بل على العكس انت هتوصل له تجربه مستخدم سيئه. يمكن عاوز ينسخ رقمك، عاوز ينسخ معلومه يتاكد منها، عاوز ينسخ اي حاجه. الجزء الثاني ان انت تمنع المستخدمين من النسخ ما بقاش حاجه ممكن تعملها، لان كل الناس دلوقتي بقت عارفه ان هو لو اخذ سكرين شوت من البلوج بتاعتك او من المنتج بتاعك واداه لاي اي هيعرف يطلع له كل المحتوى وينسخه بكل سهوله. بالاضافه الى ان اغلب الموبايلات في الوقت الحالي بمجرد ما بتعمل سكرين شوت بتخليك ان انت تعرف تنسخ اي تكست موجود قدامك، فبالتالي النوع ده من البلجنز عفى عليه الزمن وما بقاش فيه فايده في الوقت الحالي طبعا من رايي الشخصي.